السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده رجعت لكم ببوت جديد، بوت بتاع الكراش. تمام. فقبل ما ابدا الفيديو، انا غير مسؤول عن اي استخدام خاطئ للبوت دهوت. تمام. وانا اخواتي استخدموا البوت دهوت في الخير، انكم ما تضروش حد. تمام. فقبل ما ابدا الشهر، لو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حط لايك للفيديو قلب اخوك. تمام. بص يا اسطى، انت لو قعدت تجري الفيديو يمين في شمال ما انتش هتفهم اي حاجه خالص من اللي انا عاملها دلوقتي، لان قلب اخوك كل نقطه في الفيديو ده هتكون مهمه جامد يا قلب اخوك. اصل انت قلب اخوك لو فوتت ثانيه الدنيا هتتوه منك خالص. تمام. وما انتش هتعرف تعمل اي حاجه خالص، والدنيا هتبوظ منك، وهتحظر رقمك اللي انت هتربطه، وما انتش هتعرف تربط رقمك، وهتبوظ الدنيا خالص. تمام. فانت قلب اخوك تابع من البدايه للنهايه عشان ما تواجهش اي مشاكل. ويلا بينا على الشهر. فاللي احنا هنحتاجه يا اخواتي اللي هو الواتساب والتلمكس ومدير الملفات، تمام، او الملاحظات. تمام. اول حاجه هتبدا تدخل على مدير الملفات كده اهوت. تمام. زي ارشيف برضو شغال، اي حاجه. فالملفات يا اخواتي ديت هتلاقيني سيب لك الملفات دي في قناه التليجرام. هتبدا انت تحملها، رابط التحميل بتاعهم هيكون في الوصف. تبدا انت على اخوك تحمل الملفات دي. بعد ما تحملهم هتبدا تدخل لهم كده اهوت. تمام. هي من غير باص يا اخواتي، مفيش من غير باص، الكلام ده كله ماشي. تمام. فانت يا اسطى تابع عشان تعرف تمشي الدنيا رايحه فين وجايه منين، وتفهم انا عملت ايه وتعمل ازاي. هتيجي عندك على اول البتاع اللي تحت دي. تمام. دي الملفات بتاعت البوت. تبدا تاخد ده وتحددها، وتاخد تناسخ، وترجع خطوه لورا، وتبدا تحطها هنا اهو في الملفات الرئيسيه بتاعت الجهاز. تمام. هتلاقيها انضافت عندك هنا اخر واحده تحت اهو. هتبدا تضغط عليها كده اهوت. تمام. هتفتح معاك بالشكل ده. هتبدا تدوس على استخراج اللي هي دي. تمام. استخراج اللي هي دي. تمام. وبعد كده هتبدا تختار التخزين الرئيسي، وبعد كده هتبدا تدوس استخرج هنا. تمام. هيبدا اهو يستخرج هنا. لو انت عاملها قبل كده هتدوس كده اهو، وبعد كده استبدال. لو جت تبدا تستخرج. تمام. ترجع هنا هتلاقيها كل حاجة طلعت قدامك هنا اهو. تمام. هتبدأ بقى بص تاخد الأوامر ديت. هتبدأ تحددهم كلك كده اهو. تمام. أو تاخد نسخ من هنا عادي برضو، عادي لو انت خدت أي أمر نسخ، بس أنا بفضل إن انت تاخدهم كلك، وتيجي عندك على الحافظة بتاعت الجهاز، الملف البتاع الملاحظات. تمام. وتحطهم عشان يبقوا اسهل بالنسبة لك. تمام. او عادي تاخدهم من هناك برضه، انت ودماغك. هتبدأ اول حاجة تاخد اول امر نسخ. تمام. وتطلع من هنا اهو، تخش على الترمكس. تمام. وتبدأ تحط الامر لاسك وتدوس انتر اللي هو ده اهو، اللي مش عارف انتر اللي العلامة دي. وبعد ما تحط اول امر تبدأ تاخد تاني امر. هتبدأ تحدد تاني امرك دوت. تمام. تحدد تاني امرك دوت وتبدأ تحط. تمام كده اهو. وبعد كده هتبدأ تاخد تالت امر. تمام. نسخ، وتيجي تحط لصق، وتن بقى الباقوك تاخد الاوامر بالترتيب. تمام. وبعد كده هتحط اخر الامر اللي هو بتاع بايثون دوت، وبعديه الامر اللي بعديه. تمام. هتبدأ بقى قلب اخوك تاخدهم واحد واحد نسخ، وتيجي تحط. وبعد كده الامر دوت بيبدأ يحمل معاك كده. قلب اخوك انت ماشي صح. تمام. وبعد كده الامر اللي بعديهم دوت، ولو جاب لك العلامة ديت اللي هي الرسمة ديت كده اهوت، هتبدأ تدوس يس بالانجليزي وتدوس انتر. هيبدأ يشتغل تاني. تمام. هنبدأ ناخد الامر اللي بعده اللي هو ده اهو. تاخده نسخ. هتبدأ تاخده نسخ.
ترجع برضو على الترمكس تحط لصق وتدوس انتر. تمام. وبعد ما تبدأ تثبت كل دولت كده اهو، ديت اساسيات الترمكس ملهاش دعوة بالاداء، يعني دي اساسيات الاداء. تمام. بعد ما تبدأ تثبتهم كلك كده اهو، تيجي على الامر اللي بعده اللي هو سي دي ده هو تاخده نسخ. تمام. وبعد ما تاخده نسخ هتيجي عندك برضو تحطه، وبعد كده هتبدأ تيجي تحطها لصق. تمام كده وباست بيست وتدوس انتر. تمام. وبعد كده هتبدأ تكتب ls او تاخدها نسخ عادي، هيبدأ يفتح لك ملفات الجهاز كلها زي ما انت شايف كده. تمام. هنيجي نجيبه اسم الملف، هتبدأ تكتب كلمة cd. تمام فاصلة. وبعد كده تبدأ تدخل على مدير الملفات وهتنزل تحت خالص كده اهو. تمام. لحد الكلمة دي اللي هي أولها زد وآخرها .js، تبدأ تحددتك دوت وتدوس على كلمة إعادة التسمية دهيت وتبدأ تحدد الاسم ده كله، الاسم كله وتاخده نسخ. وبعد كده تدوس موافق وتسيبه زي ما هو. بعد ما تاخده نسخ هتبدأ ترجع تترمكس. تمام. وبعد كده هتبدأ تكتب كلمة cd في مسطرة، وبعد كده هتبدأ تحط الاسم اللي انت اخدت نسخ، وبعد كده هتدوس انتر هيجيب لك بالواجهة دي كده اهو. تمام. هتدوس ls هيجيب لك الواجهة دي كده اهو. تمام. وبعد كده هتبدأ بقى ايه تاخد الامر دهوت والامر دهو. تمام. هتاخدهم امر هتبدأ تحطه دهوت وتدوس انتر. تمام يا اسطى. تمام يا قلب اخوك. هيبدأ بقى يحمل معاك وهيغيب شوية، هيبدأ يغيب شوية ويبدأ يحمل معاك، فانا هنستنى لحد ما يحمل وابدأ ارجع لكم تاني. حط لايك يا قلب اخوك. وبعد ما يبدأ يحمل معاك ويجيب لك رسمة الدولار ديت لو بعد ما يجيب لك الرسمة الخضرا ديت كده اهوت، هتبدأ تحط الامر اللي بعد ليه الدور اللي هو تحتيه اللي هو ده اللي هو له npm ستارت، تبدأ تدوس انتر. هيبدأ يحمل معاك برضو شوية صغيرين كده اهوت. تمام. وهيبدأ يفتح معاك الواجهة دي كده اهوت يا اخواتي. يبقى انت كده شغلت البوت. اول ما يبدأ بعد قلب اخوك ما يكراش ما يبدأ يحمل معاك وتخلص كل الادوات. تمام. هو الكراش هيفتح معاك مش كده، البتاع هيبدأ يفتح معاك مش كده، هو فتح معايا انا كده وجاب لي كل دوت. تمام. لان انا كنت عامل له ربط قبل كده. تمام. فانت قلب اخوك مش هيجيب لك كده، سواء هوريك انا في السكرين دلوقتي هو هيجيب لك ايه. تمام. هو مش هيبدأ يا قلب اخوك يجيب لك زي ما ظهر لي انا في الاول خالص، هو جاب لي انا كده عشان ربطه. فانت الكراش ده اهو لما انت بتربطه تمام ما ينفعش انت قلب اخوك اللي انت تقدر تربطه ايه برقم تاني، هو بيبقى رقم واحد بس. طالما ربطته خلاص ما انتش تنفع تستخدمه تاني. فانا دي كنت واخدت لقطة شاشة عشان كنت متوقع اللي ممكن يحصل كده. فانت اول حاجة هيبدأ يفتح معاك كده اهو. تمام. بالواجهة دي كده هو وهيجيب لك الى الشكل ده. تمام. هتبدأ انت هنا تكتب رقم التليفون اللي انت هتربطه بالكراش بس من غير الزائد، يعني هتكتب رمز الدولة من غير علامة الزائد. تمام. هنا اهو وتدوس انتر هتلاقيه جاب لك رقم زي ده اهو كده، هتلاقيه هنا اهو جاب لك رقم زي الاخضر دوت اللي مكتوب لك كود بوت. تمام. او جاب لك رقم اللي اوله ED ده اهو. تمام. هيبدأ يجيب لك رقم زي ده، هتبدأ تاخده نسخ كده اهو. تمام. بعد ما تبدأ تاخده نسخ انت جاي عندك على الواتساب بالرقم اللي انت عملت له كده. انا والله كنت عايز اعمله لكم كده يا اخواتي، بس الكراش طلع ما ينفعش يتربط برقمين اللي هو برقم واحد بس، طالما اتربط بيه ما ينفعش تعيدوا تعملوا من اول جديد تاني. وهتبدأ تدوس على الاجهزة المتصلة وبعد كده هتدوس ربط جهاز. انا ما كنتش هنزله الحقيقة ونشوف لكم واحد تاني،
بس انا قلت بقى ايه، بدل ما انزلهوش وكده، وانا قلت لكم كده فقلت بقى انزله خلاص. وانا كنت واخد سكرينات عشان اعرفكم ايه، انا والله كنت حاسس اللي هيحصل كده. وبعد كده هتبدا يا اسطى ايه، تحط الكود ده، تدوس لاسك اهو. تمام، تبدا تدوس لاسك للكود اللي انت اخدته. تمام تمام. هتيجي عندك بقى ان هو هيتبقى ايه، هفهمك بقى انا كل حاجه. تمام، هتبدأ عندك تدخل على الواتساب وتحط أول أمر اللي هو ده. تمام، الأمر اللي هو ده، وتاخده نسخ كله على بالنقطة، وتيجي عندك على الواتس. بس بعد ما تبدأ تربط، تمام، في الشات اللي هو بينك وبين نفسك، اوعى تروح تعمل كده في شات حد. وهتبدأ تحط انت النقطة دي كده وتبعت. هيبدأ بقى ايه، يجيب لك بقى حاجات هنا وريكوردات عشان ايه، هيبدأ بقى هو يشتغل معاك. تمام، انت مثلا دلوقتي عايز تستخدمه، دي الامر اللي هو انت حطيته الامر عشان ايه، تبدأ تشغله كده. هو كده اشتغل. تمام، انت بقى عايز تبدأ ايه، تهنج ارقام، هتبدأ تاخد الامر اللي هو التاني. اهم حاجة تاخد النقطة دي وترجع، وتيجي على الواتساب وتبدأ تحط كده اهو، تبدأ تحط الامر كده اهو، وما تعملش حاجة وتدوس انتر. وبعد كده هتبدأ مثلا تحط الرقم اللي انت عايز تهنجه. تمام، من غير علامة الزائد، يعني انت تكتب رمز الدولة على طول كده اهو. مثلا تبدأ تكتب رمز الدولة على طول من غير علامة الزائد، والرقم بعديه 6. انا عامل على نفسي اهو 08. وبعد كده تبدأ ترسل، هيبدأ بقى هو ايه، يحمل معاك في التراميكس. اوعى تقفل التراميكس، ماشي، تسيب التراميكس شغال عشان ايه، يبدأ يحمل معاك. تمام، وانا يا اخواتي والله كنت عاوز اجرب معاكم، بس برضو ان شاء الله هحاول اشوف تحديثات للبوت او اشوف لكم بوت تاني احسن من عشان يكون مثلا ايه بيربط بكذا رقم. بس كده، ده بيكون نهاية شرح النهارده، وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي.